فيلمنا النهارده بيبدأ بولد فضائي صغير اسمه ميجا مايند، واللي بنشوف والده ووالدته وهما بيحطوه في كبسولة فضائية، وكمان بيحطوا معاه السمكة بتاعته اللي اسمها مينيون، وده لأن الكوكب بتاعهم بيكون على وشك الانهيار. وبعدها بتنطلق الكبسولة وبتطير في الفضاء، وبعد شوية بتخرج كبسولة تانية من كوكب مختلف وبتكون هي كمان فيها ولد صغير اسمه مترو مان، وبيفضلوا الكبسولتين طايرين جنب بعض لحد لما بيوصلوا لكوكب الأرض. وهناك بنلاحظ إن كبسولة ميجا مايند كانت هتنزل جوه بيت كبير، ولكن كبسولة مترو مان خبطتها ودخلت هي البيت ده مكانها. وبعدها بنشوف كبسولة ميجا مايند اللي بتقع جوه سجن مدينة مترو سيتي، وهناك بيقرروا المجرمين يحتفظوا بميجا مايند وبيبدأوا يعلموه أساسيات الإجرام، وده على عكس مترو مان اللي بتتبناه عيلة غنية وبيكتشفوا إن هو عنده قوة خارقة. ومن الناحية التانية بنشوف ميجا مايند اللي بيستخدم ذكائه وبيصنع دراجة مدمرة وبيحاول يهرب بيها من السجن ولكنه بيفشل. وبعد مدة طويلة بيقرر مدير السجن إنه ينقل ميجا مايند المدرسة قريبة منهم، وبنعرف وقتها إن المدرسة دي للطلاب الموهوبين. وهناك ميجا مايند بيقابل مترو مان وبيشوفه هو بيستعرض قدراته الخارقة قدام زمايله، ولما بيلاحظ ميجا مايند انبهار زمايله بمترو مان بيقرر إنه يعمل زيه، وفعلا بيبدأ ميجا مايند يشتغل على روبوت معين. وفي تاني يوم ميجا مايند بيجمع زمايله وبيوريهم قدرات الروبوت بتاعه، ولكنه للأسف بيفقد السيطرة على الروبوت وبيتسبب في حريق كبير. وفي الوقت ده بيجي مترو مان وبيسيطر على الوضع وبيودي ميجا مايند المكان العقاب، وبيفضلوا زمايل ميجا مايند يتنمروا عليه لأنه فاشل. وبعد فترة بيصنع ميجا مايند مسدس خطير واللي بيكون قادر إنه يصغر أي حاجة بيه ويحولها لمكعب. وفي الوقت ده بيقرر ميجا مايند إنه يكون أكتر شخص شرير على الكوكب، وفعلا بيبدأ ميجا مايند يدمر المدرسة باختراعاته، ولكن في كل مرة بيجي مترو مان وبيسيطر على الوضع. وبعد فترة بيرجع ميجا مايند للسجن تاني، وبتعدي سنين كتير وبنعرف إن مترو مان كبر وبقى هو حامي مدينة مترو سيتي. أما ميجا مايند فما بيكونش بيعمل أي حاجة غير إنه بيقاتل مترو مان، وبنعرف إن مترو مان بيهزمه في كل مرة وبيدخله السجن. وفي يوم من الأيام بيروح مدير السجن لزنزانة ميجا مايند وبيقوله إن هو شخص شرير ومستحيل يخرج من هنا، وبيعرفه إن مترو مان بعت له هدية وإن الهدية دي ساعة جميلة جدا وبيلبسها المدير وبيقرر يحتفظ بيها لنفسه. فبيضحك ميجا مايند وبيقول إنه كده مش هيتأخر على الاحتفال. وفي مكان تاني بتبدأ الحفلة في المدينة، وبنشوف المذيعة اللي اسمها روكسان وهي بتتكلم عن مترو مان وبتقول إن هم هيحتفلوا بيه النهاردة. وبعد ما روكسان بتخلص تصوير بيطلب منها المصور بتاعها اللي اسمه هال إنهم يخرجوا مع بعض بعد الاحتفال، ولكن فجأة بتيجي عربية مخفية وبيطلع منها شخص غريب واللي بيخدر روكسان وبيخطفها من غير ما حد ياخد باله. وبنرجع تاني لمدير السجن وبنشوف الساعة اللي بتشتغل وبتغير شكله وبتخليه على شكل ميجا مايند، واللي بمجرد ما الحراس بيشوفوه بيقبضوا عليه وبيودوه لزنزانة ميجا مايند. ووقتها بنشوف ميجا مايند اللي بيكون مستخبي منهم وبياخد الساعة بسرعة وبيتنكر على شكل المدير وبيهرب من السجن. وبتيجي العربية المخفية وبيركب فيها ميجا مايند مع صديقه مينيون اللي بياخده وبينطلق، وساعتها بيرجع ميجا مايند لشكله الطبيعي وبيشكر مينيون لأنه بعت له الساعة وهربه من السجن. في الوقت ده بنشوف مترو مان وهو بيحتفل مع أهل المدينة اللي بيحيوه، فبيشكرهم مترو مان وبيقول لهم إنه من غيرهم ما كانش هيكون بطل خارق. وبنرجع تاني لميجا مايند اللي بيوصل للمقر بتاعه، وهناك بيشوف روكسان وبيشيل القناع من على وشها، وبتظهر وقتها روكسان وهي متضايقة جدا، وده لأن ميجا مايند كل مرة بيخطفها هي. وبيحاول ميجا مايند إنه يخوف روكسان ولكنها ما بتكونش خايفة منه. وبنرجع تاني للحفلة وبنشوف أهل المدينة اللي بيفرحوا لما بيشوفوا تمثال مترو مان، ولكن فجأة بتظهر سحابة سودا كبيرة وبيظهر ميجا مايند وبيتريق على أهل المدينة وكمان على مترو مان، وبيعرفوا إن هو خطف روكسان وبيوريها له. فبيحاول مترو مان يطمن روكسان اللي بتعرفه إن هم موجودين في المرصد الفلكي المهجور. فبيطير مترو مان وبينطلق في اتجاه مكان المرصد الفلكي. ومن الناحية التانية بنشوف روكسان وهي بتتريق على ميجا مايند، وده لأن مترو مان عرف مكانها وجاي علشان ينقذها، ولكن وقتها بيفضل ميجا مايند يضحك عليها. وبمجرد ما مترو مان بيوصل للمرصد بيكتشف إنه مفيهوش حد وإن ميجا مايند كان بيخدعه، وساعتها بيبدأ ميجا مايند يفهم روكسان إن هم في المرصد الفلكي المزيف، وبيطلب من مينيون إنه يشغل شعاع الموت. وفعلا بيبدأ مينيون يشغله وبيستعد القمر الصناعي لإطلاق شعاع الموت اللي بيبقى شكله خطير جدا. وفي الوقت ده بيتكلم ميجا مايند مع مترو مان وبيفضل يتريق عليه لأنه وقع في الفخ بتاعه، وبيطلب ميجا مايند من مينيون إنه يضرب عليه الشعاع ولكن مفيش أي حاجة بتحصل. وساعتها بيستغربوا كل الموجودين من إن مفيش حاجة حصلت. ووقتها بيقول مينيون لميجا مايند إن القمر الصناعي لسه قدامه ثواني على ما يجهز شعاع الموت. فبيتضايق ميجا مايند لأن الخطة بتاعته فشلت، وبيعرف روكسان إنه هيبقى يخطفها الأسبوع اللي جاي. وقبل ما ميجا مايند يمشي بيكتشف إن مترو مان مش قادر يخرج
بيخرج من المرصد، وبيقول مترو مان لميجا مايند إن المرصد الفلكي مصنوع من مادة النحاس وإن المادة دي بتمتص قوته. وفجأة بيشتغل القمر الصناعي وبيطلق شعاع الموت على المرصد الفلكي وبيفجره وبيدمر المكان بالكامل. فبيفرح ميجا مايند جدا لما بيلاقي جثة مترو مان وبيفهم إنه أخيرا قدر يهزمه. ومن ناحية تانية بيتصدموا أهل المدينة من موت مترو مان، على عكس ميجا مايند اللي بيكون فرحان جدا واللي بيروح يعمل لقاء مع الصحفيين وبيعرفهم إن هو هيعيش في مبنى العمدة. وساعتها بتسأله روكسان عن اللي هو ناوي يعمله في المدينة، فبيقول لها ميجا مايند إن هو هيعمل أسوأ حاجات ممكن يتخيلوها، وبيسيبهم وبيدخل للمبنى. وفي تاني يوم بيبدأ ميجا مايند هو ومينيون يسرقوا كل الفلوس من البنوك، وكمان بيسرقوا اللوحات وأي حاجة ثمينة تيجي قدامهم. وبعد فترة بنشوف ميجا مايند وهو حزين، واللي بيقول لمينيون إن هو بقى عنده كل حاجة بيتمناها وإنه بالرغم من كده لسه حزين وتعيس. فبيقترح مينيون عليه إن هم يخطفوا روكسان بكرة، وده لأنه دايما كان بيحب يعمل كده، ولكن ميجا مايند بيكون رافض الفكرة وبيقول له إن حياتهم ملهاش أي معنى من غير مترو مان. فبيستغرب مينيون من اللي ميجا مايند بيقوله. وبعد شوية بيروح ميجا مايند عند تمثال مترو مان وبيبدأ يتكلم معاه وبيقول له إنه ما كانش قاصد يموته وإن كل ده حصل غصب عنه. وعلى الجانب التاني من التمثال بنشوف روكسان وهي بتتكلم هي كمان مع التمثال وبتقوله إن هم من غيره مش هيقدروا يعيشوا في أمان. وفجأة بيجي عامل المكتبة اللي اسمه برنارد وبيعرف روكسان إن هم هيقفلوا وبيسيبها وبيمشي. أما ميجا مايند فبيكمل كلامه مع التمثال وبيقوله إن هو كان لسه عنده خطط كتير شريرة عاوز ينفذها. وبيحزن ميجا مايند جدا على موت مترو مان وبيقوله إنه كان نفسه يودعه قبل ما يموت، وبيعرفه إنه هيفجر المكان. وفعلا بنشوف إن الروبوتات بتاعت ميجا مايند بدأت تجهز الديناميت اللي هيفجروا بيه المكان. وبمجرد ما روكسان بتسمع صوت غريب بتجري بسرعة علشان تعرف مصدر الصوت ده، وأول ما ميجا مايند بيشوف روكسان بيجري هو كمان علشان ما تشوفوش، ولكنه بيخبط في برناردو وبيقع. وساعتها بيستخدم ميجا مايند مسدس التصغير بتاعه وبيصغر برناردو وبيحوله لمكعب. ولما بتوصل روكسان بيكون ميجا مايند اتنكر على شكل برنارد، وبيركب ميجا مايند الاسانسير وبيقول لروكسان ان هم لازم يمشوا من هنا بسرعه. فبتركب روكسان الاسانسير معاه وبيمشوا، ووقتها بيبان على ميجا مايند انه متاثر جدا بموت مترو مان وبيعرف روكسان انه مفتقده جدا. فبتواسيه روكسان وبتحاول تهديه. فبيقول لها ميجا مايند وهو في شكل برنارد ان من غير مترو مان مفيش حد هيقدر يتصدى لميجا مايند. وساعتها بتعرفه روكسان ان طالما الشر موجود فكمان الخير هيفضل موجود، وبتفهمه ان البطل ما بيتولدش وهو بطل. فبتيجي الميجا مايند فكره مجنونه وبيقول لها ان هم مش محتاجين غير الشجاعه والقوه وحمض DNA علشان يصنعوا بطل جديد. فبتستغرب روكسان جدا من كلامه، ولما بيخرجوا من المكتبه بتمشي روكسان وبعدها بينفجر المكان وبيتدمر بالكامل. وبعدها بيوصل ميجا مايند للمقر بتاعه وبيعرف مينيون انه قرر يصنع بطل خارق جديد علشان يقاتله، وبيفهمه ان هو هيختار حد معين وهيديله قدرات مترو مان وانه هيتنكر في شكل والده الروحي علشان يعلمه الشجاعه والشرف. وفعلا بيبدا ميجا مايند خطته وبياخد عينه DNA من المعطف بتاع مترو مان وبيخترع جهاز غريب وبيستخدم الجهاز ده علشان يستخرج قدرات مترو مان. وساعتها بيحاول مينيون يفهم ميجا مايند ان دي فكره وحشه جدا وانها ممكن تتسبب في كارثه كبيره، ولكن ميجا مايند ما بيهتمش وبياخد العينه وبيحطها في السلاح. وبيقول لمينيون ان هم لازم يدوروا على شخص صالح يدوله العينه دي. وفي الوقت ده بيتفاجئ ميجا مايند لما بيلاقي تليفون برنارد بيرن، ولما بيجي ميجا مايند يرد بيعرف انها روكسان واللي بتقوله انها عرفت مكان ميجا مايند. فبيتصدم ميجا مايند وبيسالها هي عرفت المكان منين. فبتقوله روكسان ان هي لحظه وجود مبنى غريب شبه المرصد الفلكي وان ده هو اكيد مقر ميجا مايند. وفعلا بتدخل روكسان من باب مخفي وبتطلب من ميجا مايند انه يجيلها بسرعه. فبيرتبك ميجا مايند جدا وبيدي السلاح لمينيون وبيخبيه بسرعه. فبيغير ميجا مايند شكله على شكل برنارد وبيروح لروكسان وبيطلب منها انهم يخرجوا بسرعه من هنا، ولكن روكسان بترفض وبتفضل تستكشف المكان اكتر. وهناك بتشوف مخططات ميجا مايند وبتصورها، ولكن فجاه بتيجي الروبوتات وبتاخد ميجا مايند وبتطير وبتتسبب في ان السلاح يقع من مينيون. وساعتها بتشوفه روكسان وبتاخده. اما ميجا مايند فبيرجع لشكله الطبيعي وبيخلي الروبوتات تسيبه. وفي الوقت ده بتيجي روكسان وبتهدده بالسلاح وبتساله عن مكان برنارد. فبيتخض ميجا مايند وبيعرفها ان هو هيرجعه لها وبينط بسرعه في القاب وبيمثل ان هو وبرنارد بيتخانقوا. وبيخرج لها ميجا مايند بعدها على اساس ان هو برنارد وبيطلب من روكسان تديله السلاح بسرعه، ولكن روكسان بترفض انها تديهوله. فبيغير ميجا مايند شكله تاني وبيحاول ياخد منها السلاح، ولكنه بعدها بيدوس بالغلط على الزر اللي بيطلق العينه وبتفضل العينه تتنقل من مكان لمكان لحد لما بتدخل جوه انبوب الصرف. وعلى الجانب التاني من الانبوب بيكون هال واقف مستني روكسان. فبيتصدم ميجا مايند ومينيون لما بيشوفوا انه هال واقع على الارض، وساعتها بيفهموا ان
العينة اندمجت معاه. أما روكسان فبتستغل الفرصة وبتحاول تخرج من المكان، ولكنها للأسف بتخرج من الباب الغلط وبتكون خلاص هتقع جوه حوض التماسيح. ولكن وقتها بيجيلها ميجا مايند وبينقذها، وبيفضلوا يجروا هما الاتنين علشان يهربوا من الروبوتات اللي بتطاردهم. وساعتها بتاخد روكسان مجموعة من الديناميت وبتولعها وبترميها على الروبوتات، وفجأة بينفجر الديناميت وبيدمر المكان بالكامل. وفعلا بتقدر روكسان تخرج هي وميجا مايند من المكان على آخر لحظة. وساعتها بتروح روكسان تحضن ميجا مايند وبتشكره لأنه أنقذها. وبعدها بتروح روكسان وبتاخد هال وبتوصله لمكان بيته، وهناك بنشوف ميجا مايند ومينيون وهم مراقبينهم من العربية المخفية. ولما بيجي مينيون يجهز السلاح على وضع سحب القوة، بياخد ميجا مايند السلاح منه وبيرميه في الكرسي اللي ورا، وبيفهموا ان هم مش هيعملوا كده. وبيدخلوا هما الاتنين لبيت هال اللي بيتخض لما بيشوفهم وبيفقد الوعي. وبعدها بيتنكر ميجا مايند على شكل راجل فضائي، وكمان بيتنكر مينيون على شكل واحدة ست. وفجأة بتشتغل العينة وبيفوق هال وبيبدأ شكله يتغير وبيكون عملاق جدا. وساعتها بيبدأ ميجا مايند يتكلم معاه وبيعرفه ان هو والده الروحي وان مينيون يبقى والدته، وبيفهمه ان هو اداله قوة خارقة علشان يحمي بيها المدينة، وبيشرح له انه هيكون البطل الخارق الجديد. وفعلا بيبدأ ميجا مايند يدربه على استخدام قوته، وبيستمر وقت طويل في تدريبه وبيعلمه الطيران وتفادي الحواجز وتدمير الجدران. وبعد فترة بنشوف ميجا مايند وهو بيقابل روكسان على اساس ان هو برنارد، وبنشوف ان كل واحد منهم معجب بالتاني. وهم بيتمشوا بالعجلة في الحديقة بتقول روكسان لميجا مايند انها بتتمنى ان المكان يرجع نضيف زي الاول. وبالليل بينزل ميجا مايند وبيستخدم جهاز التصغير وبينظف المدينة كلها، وبيعرف روكسان ان كل اللوحات المسروقة رجعت تاني لمكانها. وبتعدي الايام وميجا مايند بيدرب هال وبيديله بدلته الخارقة، وبيشرح له انه هيقابل ميجا مايند بكرة ويهزمه، وده علشان الناس تعرف ان هو البطل الخارق الجديد. وفي اخر اليوم بيقول ميجا مايند المينيون ان هو رايح يقابل روكسان بكرة، فبيستغرب مينيون وبيفكروا ان هم بكرة هيقاتلوا هال، وبيقول له ان مستحيل روكسان تحبه لو عرفت حقيقته. وبيكمل مينيون وبيخفي العربية علشان ميجا مايند ما يمشيش ويسيبه، وبيفكروا مينيون ان هو ما بيعملش اي حاجة غير انه بيهتم بيه. فبيتضايق ميجا مايند وبيقول له ان هو مش عايز حد يهتم بيه، وبيعرفه ان هو كمان ما بقاش محتاجه في حياته. فبيحزن مينيون جدا وبيتضايق وبياخد حاجاته وبيمشي من المكان. اما ميجا مايند فبيغير شكله على شكل برنارد علشان يروح يقابل روكسان. وبنروح بعدها لروكسان اللي بتخرج للبلكونة وبتفهم من الاوراق اللي هي معلقاها ان ميجا مايند بيخطط لصناعة بطل خارق. وفجأة بيجي لها هال وبيخطفها وبيطير بيها، وبيقول لها ان هو لازم ينقذها كذا مرة علشان تحبه. وبيفضل يطير بيها من بين العربيات وبيرميها من مسافة عالية وبيلحقها قبل ما تقع. وبتفضل روكسان تصرخ وبتكون خايفة منه، فبياخدها هال وبيوقعها على قمة اعلى برج في المدينة، وهناك بيعرفها ان هو هال وبيقول لها ان هو بيحبها وبيطلب منها الجواز. فبتتصدم روكسان وبترفضه وبتقوله ان ده مستحيل يحصل. فبيتعصب هال جدا وبيسيبها لوحدها وبيمشي. وفي مكان تاني بنشوف ميجا مايند وهو مستني روكسان في المطعم، وفعلا بتيجي روكسان وبتعتذر له على التأخير، وبتفهمه انها عرفت ان ميجا مايند صنع بطل خارق جديد، ولكنه للأسف اختار أسوأ شخص ممكن يكون بطل. ومن ناحية تانية بنشوف هال وهو بيراقبهم من بعيد وبيحزن جدا لان روكسان بتحب شخص تاني غيره. وبنرجع بعدها لميجا مايند اللي بيسأل روكسان اذا كانت هتحبه لو كان لونه ازرق وشكله مختلف شوية. فبتقول له روكسان انها مش بتحكم عن الكتاب من عنوانه، ولكن بتحكم عليه من تصرفاته وافعاله. ووقتها بيبان انهم بدأوا يعجبوا ببعض اكتر، وبالغلط بتلمس روكسان الساعة اللي في ايد ميجا مايند وبتحركها. فبيستغربوا كل اللي موجودين من اللي حصل، وبتتصدم روكسان لما بتشوف ان ميجا مايند كان متنكر على شكل برنارد. وبتتضايق روكسان وبتحزن جدا وبتمشي في المطر لوحدها. ولكن فجأة بيروح لها ميجا مايند بالعربية المخفية بتاعته وبيفكرها بالكلام اللي هي قالته له. فبتفهمه روكسان انها فعلا ما حكمتش على الكتاب من عنوانه، وبتفكره ان هو قتل مترو مان واستولى على المدينة. وبتستغرب روكسان جدا لما بتفهم انه بيحبها، وبتقوله انها مستحيل تحب واحد زيه، وبتسيبه وبتمشي. فبيحزن ميجا مايند جدا وبيمشي. وبعد شوية بيرجع ميجا مايند للمقر بتاعه، وهناك بيدور على مينيون ولكنه ما بيلاقيهوش. فبيحزن ميجا مايند اكتر وبيقرر انه يقاتل هال. وفعلا بيشغل ميجا مايند الآلي العملاق اللي هو صنعه وبيمشي بيه في شوارع المدينة. وبعدها بيتسلق مبنى العمدة وبيسأل الناس عن البطل الخارق الجديد، وبيقول انه بيتحداه علشان يجي يقاتله، ولكنه بيفضل واقف مكانه على امل ان هال يجي يقاتله وينقذ المدينة. وبيعدي وقت طويل ولكن مفيش اي حاجة بتحصل. فبيتضايق ميجا مايند وبيروح لبيت هال وبيدمر الجدار، وبيسأله ميجا مايند هو ليه ما جاش علشان يقاتله. وبيتصدم ميجا مايند لما بيشوف الفلوس اللي هال سرقها. وبيبدأ ميجا مايند يفكر هال ان هو البطل الخارق وانه المفروض ينقذ الناس ويحمي المدينة. فبيقول له هال ان هو كان عاوز يكون بطل
الخارق علشان روكسان تحبه مش أكتر، ولكنه في النهاية اكتشف إنها حبت شخص تاني، وبيطلب هال من ميجا مايند إنهم يتحدوا مع بعض علشان يسيطروا على المدينة كلها. فبيتعصب ميجا مايند وبيقوله إن هو المفروض البطل مش الشرير، وبتيجي الميجا مايند فكرة علشان يستفزه، وبيعرفه إن هو اللي صنعه، وبيغير شكله لشكل والده الروحي، وكمان بيوريله إن هو الشخص اللي روكسان بتحبه. وبيفضل ميجا مايند يستفزه أكتر، وبيرجع يركب الروبوت وبيمشي. فبيتصدم هال وبيتعصب بسرعة وبيبدأ يهاجم الروبوت، ولكن ميجا مايند بيقدر يتصداله وبيتفادى كل ضرباته. وأثناء المعركة بيبان إن ميجا مايند مستمتع بالقتال على عكس هال اللي بيكون متعصب جدا. وبعدها بيقدر هال إنه يمسك ميجا مايند اللي بيستسلم، وبيطلب من هال يوديه للسجن، ولكن هال بيعرفه إن هو مش هيوديه للسجن. فبيتصدم ميجا مايند وبتبدأ بينهم معركة تانية، وبيقدر فيها ميجا مايند إنه يحبس هال في كرة من النحاس. وبيفرح ميجا مايند جدا وبيقوله إن النحاس كان نقطة ضعف مترو مان، ولكن للأسف بيقدر هال إنه يدمره بكل سهولة. وبينقض على ميجا مايند من تاني، ولكن بيقدر ميجا مايند إنه يهرب على آخر لحظة. وبيفرحوا أهل المدينة جدا بهال وبيشكروه، ولكن هال بيضرب العمدة وبيفهمهم إنه شرير وإنه مش البطل الخارق. أما ميجا مايند فبيروح لروكسان اللي بتلومه لأنه تسبب في تدمير المدينة، فبيعتذر لها ميجا مايند وبيقول لها إن هم لازم يوقفوا هال قبل ما يدمر المدينة بالكامل. وبيسألها إذا كانت تعرف البيت اللي كان مترو مان عايش فيه، وده علشان يقدروا يدوروا فيه على أي حاجة تساعدهم. وفعلا بتكون روكسان عارفة مكان البيت. وفي الطريق روكسان بتسأل ميجا مايند إذا كان يقدر ياخد القوة من هال زي ما اداهاله، فبيقول لها ميجا مايند إن السلاح اللي يقدر يعمل كده موجود في العربية المخفية، وإن هو نسي مكانها لما كانوا بيتخانقوا في المطر. وبعدها بينبهر ميجا مايند لما بيعرف إن مترو مان كان عايش في المدرسة القديمة. وبيوصل ميجا مايند هو وروكسان لبيت مترو مان وبيفضلوا يستكشفوا المكان. وبيروح ميجا مايند يلبس معطف مترو مان، وفجأة بيظهر مترو مان من وراهم وبيحاول يهرب منهم بسرعة، ولكن ميجا مايند وروكسان بياخدوا بالهم منه وبيتصدموا جدا لما بيشوفوه. وفي الوقت ده بنشوف هال وهو بيدمر المدينة باستخدام الليزر، وبنشوف مينيون وهو مصدوم من اللي بيحصل. وبنرجع تاني لميجا مايند وروكسان اللي بيستغربوا جدا من ان مترو مان لسه عايش، وبيسألوه هما الاتنين عن اللي حصل. فبيرجع مترو مان بالماضي وبيحكي لهم ان هو لما كان في المرصد استخدم سرعته الخارقة وقدر يعرف مكانهم، ولكنه وقتها كان حاسس بالملل وان حياته ملهاش اي قيمة. وساعتها ادرك انه مش لازم يكون بطل خارق طول حياته، وقرر انه يفهم الناس انه مات وقت الانفجار، وعلشان كده رمى جثة صناعية على ميجا مايند، وده علشان يصدق انها جثته وان هو مات فعلا. وبنرجع بعدها لوقتنا الحاضر، وبيقول مترو مان لميجا مايند وروكسان ان هو ما بقاش مهتم بحاجة غير انه يلعب موسيقى، وبيشرح لهم قد ايه هو بيحبها. فبتتعصب روكسان جدا وبتفضل تكسر كل حاجة حواليها. وساعتها بيروح ميجا مايند لمترو مان وبيترجاه انه يساعدهم، ولكن مترو مان بيرفض وبيفهمه ان الناس ما ينفعش تعرف ان هو لسه عايش، وبيقول له انه طول ما الشر موجود فاكيد الخير هيظهر علشان يتصداله. وبعدها بيخرج ميجا مايند هو وروكسان من المدرسة وهما متضايقين جدا، وبيظهر على ميجا مايند انه فاقد الامل، وبيسيب روكسان وبيمشي. وبعد شوية بيوصل ميجا مايند للسجن وبيسلم نفسه للمدير والحراس. اما روكسان فبتروح لهال وبتبدأ تتكلم معاه وبتحاول تفهمه ان هو شخص كويس، وبتطلب منه ما يدمرش المدينة، ولكن هال ما بيتأثرش بكلامها وبيقرر انه يستغلها. وبنرجع تاني لميجا مايند اللي بيكون قاعد بيتفرج على التلفزيون وهو في الزنزانة، واللي بيتصدم لما بيعرف ان هال خطف روكسان، وكمان بيسمعها وهي بتطلب منه يجي ينقذها. وبتتكلم روكسان مع ميجا مايند وبتشجعه وبتفهمه ان هو قادر ينقذ المدينة، وبتفكره ان هو عمره ما هرب من القتال. فبيعتذر لها ميجا مايند وبيلوم نفسه لانه تخلى عن صديقه الوحيد مينيون. وساعتها بيجي مدير السجن وبيفتح الباب، وبيتحول المدير فجأة لمينيون وبيقول له انه قبل اعتذاره. فبيفرح ميجا مايند جدا برجوع مينيون، وبيخرجوا هما الاتنين من السجن. وفي الوقت ده بيفضل هال يدمر البرج اللي روكسان موجودة على قمته، وبيكون البرج ده على وشك ان هو يقع. وفجأة بتظهر سحابة سودا وبنفهم ان ميجا مايند هو اللي بيكون متسبب فيها. وبيظهر ميجا مايند وبيستفز هال وبيتريق عليه، فبيتعصب هال جدا وبيهاجم الروبوتات بتاعة ميجا مايند. فبيستغل ميجا مايند الفرصة وبياخد المركبة بتاعته وبينطلق، وفي اللحظة دي بيقع البرج، ولكن فجأة بيوصل ميجا مايند وبينقذ روكسان على آخر لحظة وبياخدها على المركبة وبيجري بسرعة. أما هال فبيبعد كل الروبوتات اللي محاصراه وبينطلق بسرعة وبيشيل البرج وبياخده وبيطير. فبتترعب روكسان لما بتشوف هال وهو بيرمي البرج عليهم، فبينطلق ميجا مايند بسرعة علشان يهربوا، ولكن للأسف بتتعطل المركبة وبيكون البرج خلاص هيقع عليهم. وساعتها ميجا مايند بيمسك روكسان وبيرميها على المظلة وبيقع هو بالمركبة. ولما روكسان بتفوق بتلاقي ان ميجا مايند اتأذى من الوقعة، وفجأة بيجي هال وبيرمي عليها الأتوبيس علشان يموتها، ولكن ساعتها بيتقسم الأتوبيس لنصين، وبنعرف ان مترو مان هو اللي عمل
عمل كده وبيروح يعتذر لروكسان، وبمجرد ما هال بيشوفه بيترعب جدا وبيهرب، ولكن مترو مان بيطير وراه وبيطارده. وبتروح روكسان بسرعه لميجا مايند وبتطمن عليه، ولكنها بتكتشف انه مينيون وكان متنكر على شكل ميجا مايند. وساعتها روكسان بتفهم ان ميجا مايند هو المتنكر على شكل مترو مان، وبيفضل ميجا مايند يطارد هال وهو على شكل مترو مان. وفي الاخر بيقدر ميجا مايند انه يمسك هال وبيبدا يخوفه وبيطلب منه يهرب وما يرجعش للمدينه من تاني. فبيترعب هال وبيهرب بسرعه، وبيروح ميجا مايند لروكسان اللي بتمسك الساعه بتاعته وبترجعه لشكله الطبيعي من تاني. وساعتها بينبهروا كل اللي موجودين من اللي هم شايفينه، ولكن فجاه بيرجع هال من تاني وبيعرفوا ان هو كان شاكك فيه من البدايه. ووقتها بتبدا بينهم معركه كبيره جدا. وبالصدفه بتلاحظ روكسان حاجه غريبه وبتعرف مكان العربيه المخفيه، وبتقول لميجا مايند على مكانها. فبينطلق ميجا مايند ناحيه العربيه، ولكن هال بيصيبه وبيوقعه على الارض. فبيستغل ميجا مايند الفرصه وبيقرب من العربيه اكتر وبيدخل فيها وبيمسك السلاح وبيشغله، ولكن هال بيقدر انه يوصل له وبيرميه فوق في السماء. وفي اللحظه دي بتيجي فكره لميجا مايند وبيستخدم سلاح التصغير وبيصغر نفسه بسرعه. اما هال فبيحاصر روكسان وبيكون على وشك انه يقتلها، ولكن فجاه بيرجع ميجا مايند لشكله الطبيعي وبيستخدم السلاح وبيسحب من هال كل القوه الخارقه بتاعته وبيرجعه لطبيعته. فبتفرح روكسان جدا وبتحضن ميجا مايند اللي بيشكرها على كل اللي هي عملته معاه، وبيقول لها ان هو اخيرا لقى سبب يخليه ينتصر وانها هي السبب ده. وبيروح ميجا مايند يطمن على مينيون اللي بيفرح جدا لانهم ما بقوش اشرار. وساعتها بتتجمع الناس حوالين ميجا مايند علشان تشكره، وبعدها بيحتفلوا اهل المدينه بميجا مايند، وبنعرف انه بقى هو البطل الجديد للمدينه، وكمان بيعملوا له تمثال ضخم زي بتاع مترو مان. فبيفرح ميجا مايند جدا وبيرقص هو وروكسان وكمان مينيون، وبينضموا لهم كل اللي موجودين وبيرقصوا معاهم. اما هال فبنشوفه بيرقص هو كمان، ولكن وهو محبوس في السجن. واخيرا بيقدر ميجا مايند انه ينقذ المدينه بعد ما فهم ان طول ما الشر موجود فاكيد الخير هيفضل موجود علشان ينتصر عليه. فيلمنا النهارده بيبدا في مدينه مترو سيتي، وبنشوف عصابه من الاشرار وهم متنكرين على شكل اسماك، واللي بيستخدموا السنارات بتاعتهم وبينزلوا لمكان معين. وبنعرف وقتها انهم بينفذوا عمليه سرقه لسمكه مرصعه بالالماس، وفعلا بيبداوا يعملوا فتحه في الحوض وبيسرقوا السمكه دي. وقبل ما يهربوا بيوصل ميجا مايند وصديقه مينيون للمكان، وبيفضل ميجا مايند يتريق عليهم وبيقول لهم انه من يومين بس كان ممكن يساعدهم في سرقه السمكه دي، ولكنه دلوقتي بقى هو بطل مدينه مترو سيتي، وانه مش هيسمح لهم ابدا بتخريب المدينه. فبيرمي واحد من الاشرار السلاح اللي معاه على حوض الاسماك وبيكسره، وساعتها بتخرج منه سمكه قرش عملاقه. فبيستخدم ميجا مايند مسدس التصغير بتاعه، بيصغر سمكه القرش وبيحولها لمكعب صغير. فبتستغل عصابه الاسماك الفرصه علشان يهربوا، وفجاه بيظهر واحد من روبوتات ميجا مايند وبيحاصرهم وبيحبسهم في قفص من الليزر، ولكن للاسف بيتعطل الروبوت وبيختفي القفص من حوالين العصابه اللي بيستغلوا الموقف وبيهربوا بسرعه من المكان. ولما بيروح ميجا مايند هو ومينيون وراهم بيتفاجئوا بالعصابه وهم بيقربوا منهم بالدبابه بتاعتهم، وكمان بيهاجموهم بمدفع الميه اللي بيخبط فيهم وبيطيرهم بعيد. وبعدها بتنطلق الدبابه باقصى سرعه علشان تخبط ميجا مايند، ولكن بيقدر ميجا مايند انه يتفادى الدبابه بكل مهاره، وبيرمي عليهم المكعب المصغر لسمكه القرش وبينط فوق الدبابه وبيفتحها، وبيرمي ميه على المكعب اللي بيتحول بسرعه وبيرجع سمكه القرش لحجمها الطبيعي. وفجاه بيقدر ميجا مايند انه يحاصر عصابه الاسماك، ولكن للاسف بنشوف الدبابه وهي منطلقه بسرعه كبيره وبتكون خلاص هتخبط ولد صغير بيعدي الطريق. فبيتدخل مينيون بسرعه وبيدي لميجا مايند السلاح بتاعه واللي بيقدر يتنقل بيه لاماكن مختلفه، وفعلا بيستخدمه ميجا مايند وبيفتح بيه بوابه بتاخد الدبابه وبتختفي، وفي مكان تاني بتتفتح البوابه وبتوقع الدبابه، وهناك بيقدر ميجا مايند انه يحاصر عصابه الاسماك وكمان بيسلمهم للشرطه اللي بتقبض عليهم. وساعتها بيكون ميجا مايند فرحان جدا، وده لانه قبض على العصابه لوحده. فبيستغرب مينيون من كلام ميجا مايند وبيفكروا ان هو كان موجود معاه وبيساعده، ولكن ميجا مايند بيكون شايف ان هو اللي عمل كل حاجه من غير مساعدته، وبيديله الروبوت اللي اتعطل وبيطلب منه يصلحه. فبيحزن مينيون جدا لانه بيكون حاسس ان ميجا مايند نسي ان هو صديقه وانه بيعامله على انه المساعد بتاعه. ومن ناحيه تانية بنشوف المذيعه اللي اسمها روكسان وهي بتشجع المشاهدين بتوعها وبتقول لهم ان اكيد ميجا مايند هيقدر يحمي المدينه من اي خطر ممكن يواجهها. ولما بتنتهي روكسان من التصوير بتجيلها بنت صغيره اسمها كيكو وبتعرفها انها رئيسه نادي المعجبين بميجا مايند، وبتقول لها انها من اشد المعجبين بيها هي كمان، وبتفهمها انها عندها 500,000 متابع في حساباتها على السوشيال ميديا، وبتسيبها وبتمشي. فبتنبهر روكسان لما بتسمع الرقم ده. وبعد شويه بنشوف العمده وهو بيشكر ميجا مايند على حمايته ليهم، وكمان بيديله مفتاح
مفتاح المدينة تقديرا لمجهوده. فبيرمي ميجا مايند المفتاح لمينيون وبيفضل يتكلم مع نفسه، وبعدها بيروح مينيون لروكسان وبيعرفها ان ميجا مايند لسه بيعامله على انه المساعد بتاعه، وبيقول لها ان هو بيتمنى ان ميجا مايند يعامله على اساس ان هو صديقه او شريكه. فبتقترح روكسان عليه انه يطلب من ميجا مايند يرقيه ويخليه شريكه مش بس المساعد بتاعه. فبيقتنع مينيون بالفكرة وبيقرر فعلا انه يعمل كده. وبنرجع تاني لميجا مايند اللي بنشوفه وهو بيشكر سكان المدينة على ثقتهم فيه. واول ما ميجا مايند بيخلص كلامه بتيجي كيكو وبتديله البادج بتاع نادي المعجبين بميجا مايند، وبتعرفه انها من اشد المعجبين بيه، وبتفهمه انها عملت له حسابات على السوشيال ميديا وان في ناس كتير بتتابعه، وبتترجاه انها تساعده علشان تصور كل اعماله البطولية وتنقلها للمتابعين. ووقتها بيظهر ان ميجا مايند مش فاهم اي حاجة منها، ولكنه بيديلها قنبلة ضوئية كهدية منه ليها، وبيسيبها وبيروح لروكسان ومينيون. وساعتها بيبدأ مينيون يتكلم مع ميجا مايند وبيقوله ان هو كان بيهتم بيه وبيساعده طول حياته، وبيطلب منه يرقيه علشان يكون شريكه في الاعمال البطولية. فبيستغرب ميجا مايند من طلب مينيون، وبيفهمه ان هو هيفضل المساعد بتاعه مش اكتر، وبيرفض انه يرقيه وبيطلب منه انهم يرجعوا للمقر بتاعهم. فبيتضايق مينيون وبيفهمه ان هو لو ما ترقاش هيدور على زعيم جديد يشتغل معاه. فبيودعه ميجا مايند وبيطلب منه فعلا يدور على زعيم جديد. فبيحزن مينيون وبيسيبه وبيمشي. وساعتها بتروح روكسان لميجا مايند وبتلومه على اللي هو عمله مع مينيون. فبيقول لها ميجا مايند ان هو اكيد هيرجع تاني، وبيسيبها وبينطلق. وفي سجن المدينة بنشوف عصابة من الاشرار، وبتبدأ اول واحدة فيهم تعرف نفسها وبتقول ان اسمها ليدي، وبتعرفنا ان هي ساحرة الطقس الشريرة. وبنشوف الفرد التاني من العصابة واللي بيكون اسمه بيهيموس، وبنعرف انه وحش مكون من كتلة صخرية من الحمم البركانية. وبنشوف الفرد التالت من العصابة واللي بيكون اسمه بيير، وبنعرف انه بيقدر يتحكم في اي شخص عن طريق التنويم المغناطيسي. وبينضم لهم كمان اخر فرد في العصابة واللي بيكون اسمه نايتي نايت، وبنعرف انه بيقدر يتحكم في الظلام. وبنفهم وقتها ان هما الاربعة مع بعض بيكونوا تحالف عصابة الهلاك. وفي يوم بتجمعهم ليدي وبتعرفهم ان ميجا مايند الزعيم بتاعهم القديم بقى بطل لمدينة مترو سيتي، وان اكيد دي الاشارة ليهم علشان يخرجوا من السجن. وفعلا بيستخدم نايتي نايت قدرته الخارقة وبيمسك واحد من الحراس وبيكتفه. اما بيير فبيكون حلقة تنويم مغناطيسي وبيسيطر على الحارس التاني. وبيحول بيهيموس نفسه لصخور صغيرة، وبتبدأ ليدي تكون اعصار وبتدخل بيهيموس لغرفة التحكم، وهناك بيرجع بيهيموس لشكله الطبيعي وبيدمر المكان، وكمان بيفتح الابواب وبيخرجهم من السجن. وفعلا بينطلقوا كلهم علشان يروحوا الميجا مايند. ومن ناحية تانية بنشوف روكسان وهي سايقة العربية بتاعتها، وفجأة بيتصل عليها ميجا مايند وبيطلب منها تجيله المقر بتاعه بسرعة لأن حياته هتنتهي. فبتنطلق روكسان بأقصى سرعة علشان تلحقه. وبعد شوية بتوصل روكسان لمقر ميجا مايند وبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقيه موجود في المطبخ. ولما بتسأله روكسان عن اللي بيحصل بيقول لها ميجا مايند إنه بيحاول يشغل محمصة الخبز ولكنها مش راضية تشتغل. فبتتضايق روكسان لأنها كانت فاكرة إن حياته معرضة للخطر، وبتفهمه إنه لازم يوصلها بالكهرباء علشان تشتغل. وفجأة بيشتغل الإنذار وبيفهم ميجا مايند إن مينيون أكيد رجع تاني. ولما بيخرج ميجا مايند علشان يشوفه بيتفاجئ بتحالف الهلاك، وبتقرب ليدي منه وبتقوله إنهم عرفوا إن هو بقى بطل المدينة الجديد، وبيحتفلوا كلهم بيه وبيقولوا له إن كل سكان المدينة دلوقتي مصدقين إن هو بطل حقيقي، وإنهم ما يعرفوش إن هو بيخدعهم، وبيفكروه إن هم استخبوا في السجن زي ما هو قال لهم، وإنهم فضلوا مستنيينه لحد لما هو ظهر في التلفزيون. وساعتها بيفهم ميجا مايند إن هم فاكرينه بيخدع سكان المدينة، ولأنه بيبقى خايف منهم بيقنعهم إن هو لسه شرير زي ما هو. وفجأة بتيجي روكسان وبتتصدم لما بتشوف تحالف الهلاك، وبتسأل ميجا مايند عن اللي بيحصل. فبيتوتر ميجا مايند وبيفهم تحالف الهلاك إن روكسان بتساعده علشان يقدروا يخدعوا سكان المدينة. وبيطلب ميجا مايند من روكسان إنها تمثل الخطة دي دلوقتي، وبيقول لها إن هو هيبقى يفهمها كل حاجة بعدين. وفعلا بتمثل روكسان قدامهم إنها شريرة، وبتاخد ميجا مايند بعيد علشان تتكلم معاه. وساعتها بيفهمها ميجا مايند إن تحالف الهلاك فاكرينه لسه شرير، وإنه بيخدع سكان المدينة وبيمثل إن هو بطل حقيقي. وبيقول لها إن هم لو عرفوا الحقيقة أكيد هيقضوا عليهم، وإن هو مش هيقدر يتصدى لهم لوحده. وبيعرفها إن هو اللي أسس التحالف ده من الأساس، وبيشرح لها إنه أقنعهم زمان إن هو شغال على مشروع جديد، وإن هو اللي طلب منهم يستخبوا في السجن، وأول ما المشروع هيخلص هيبعت لهم إشارة. وبيعرف روكسان إنه لازم يمثل قدامهم إن هو لسه شرير، وده لحد ما يلاقي طريقة يقدر يهزمهم بيها. ولما بيرجعوا هما الاتنين لتحالف الهلاك بتقول ليدي الميجا مايند إن هما لازم ينفذوا المرحلة التانية من خطته. فبيتصدم ميجا مايند لما بيفتكر المرحلة التانية دي، وبيتجمع تحالف الهلاك وبيأكدوا الميجا مايند إن هو أعظم شرير في العالم. وساعتها بيبان على روكسان إنها مش عارفة إيه هي المرحلة
المرحلة التانية دي، وكمان ميجا مايند ما بيرضاش يشرح لها ايه المرحلة دي. وبعد كده بيقرروا تحالف الهلاك ان هم يدمروا المدينة بسلسلة جرائم قبل ما ينفذوا المرحلة التانية وبينطلقوا، فبيروح ميجا مايند وراهم علشان يمنعهم من غير ما يعرفوا ان هو بطل حقيقي. وبنرجع تاني المينيون اللي بيكون فرحان جدا لانه اتقبل في وظيفة عامل تنظيف في مطعم شكله قديم ووحش جدا. وفي الوقت ده بيتجمعوا تحالف الهلاك وبيستخدم كل واحد منهم قوته الخارقة وبيفضلوا يدمروا في المدينة. ولما الشرطة بتيجي تقبض عليهم بيكون بيير دائرة التنويم وبيخليهم يقبضوا على نفسهم، وكمان بيكون نايتي نايت أسلحة من الظلام وبيدمر بيها المباني. ولكن وقتها بيوصل ميجا مايند وبيخلي الروبوتات بتاعته تنظف المدينة، وكمان بتصلح كل الحاجات اللي اتدمرت وبترجعها زي ما كانت. وبعد كده بينضم لتحالف الهلاك اللي بيدمروا لافتة عملاقة وبيمشوا. ولحسن الحظ بيلاحظ ميجا مايند ان اللافتة دي هتقع على كيكو وبيقدر انه ينقذها على اخر لحظة، وبيفهمها ان الاشخاص دول اشرار وانهم فاكرينه لسه شرير زيهم، وبيطلب منها انها ما تتحركش من مكانها علشان ما تتأذيش وبيسيبها وبيمشي. وبيرجع ميجا مايند لتحالف الهلاك وبيفضلوا كلهم ماشيين لحد ما بيوصلوا للبنك الرئيسي، وهناك بيطلبوا كلهم من ميجا مايند يسرق البنك ده، وده علشان يثبت لهم ان هو لسه شرير زي زمان. وفعلا بيدخل ميجا مايند للبنك وهناك بيقابلوا المدير اللي بيرحب بيه وبيبقى فرحان لانه اخيرا بقى شخص طيب. ولما بيلاحظ ميجا مايند ان الاشرار مراقبينه بيخرج المسدس بتاعه وبيعتذر لمدير البنك وبيقول له انه مضطر يعمل كده. ولكن فجأة بتدخل كيكو وبتنقذ الموقف وبتفهم مدير البنك وكل الموجودين ان هما بيصوروا فيديو وان الفيديو ده هيوضح للناس قد ايه ميجا مايند كان شرير ودلوقتي طيب. وبتطلب كيكو من المدير وكل الموجودين انهم يساعدوهم ويمثلوا انهم خايفين بجد، فبيعجب ميجا مايند بالفكرة وبيبدأ ان هو ينفذها. ولما تحالف الهلاك بيشوفوا الناس وهم خايفين من ميجا مايند بيقتنعوا ان هو لسه شرير. وبنروح بعدها للعمدة اللي بيبان عليه انه خايف ومتوتر جدا، وبيعرف روكسان ان ميجا مايند اتسبب في مشاكل كتير، فبتهديه روكسان وبتشرح له ان كل ده من تخطيط ميجا مايند وده علشان يقدر يقبض على تحالف الهلاك. وبتقترح روكسان عليه انه يشغل قانون الطوارئ وكمان يجهز كل قوات الدعم علشان لو المدينة تعرضت فعلا للخطر. وبالليل بيتفاجئ ميجا مايند من ان تحالف الهلاك عاملين حفلة في المقر بتاعه، وفي الحفلة دي بيكونوا عازمين كل مجرمين المدينة. وبتروح ليدي الميجا مايند وبتقول له ان دي حفلة الوداع لمدينة مترو سيتي وده لانهم هينفذوا المرحلة التانية بكرة. فبيتصدم ميجا مايند من كلام ليدي وبيتصدم اكتر لما بيشوف عصابة الاسماك وهم داخلين الحفلة، وبيتأكد انهم هيعرفوا كل اللي موجودين ان هو بطل حقيقي. وساعتها بتيجي الميجا مايند فكرة علشان يتخلص منهم، وفعلا بيبدأ يستدرج واحد فيهم وبيخليه يدور عليه وسط تماثيل كتير. ووقتها بينقض عليه ميجا مايند بمسدس التصغير وبيحوله لمكعب، وبيروح ميجا مايند للاتنين التانيين وبيضرب طلقة في البلورة اللي بتعكس الطلقة وبتصيبهم وبتحولهم هم كمان لمكعبات. وبياخد ميجا مايند المكعبات دي قبل ما توصل المية وبيحتفظ بيها. وبنرجع تاني المينيون اللي بيقترح على مدير المطعم انهم يعملوا شوية تعديلات على حاجات معينة علشان يجيلهم زباين كتير، وبيبدأ مينيون يوريله مخططات بكل التعديلات اللي هو عاوز يعملها، وبيعرفوا ان هم هيكونوا متخصصين في بيع الدوناتس. فبيعجب صاحب المطعم بالفكرة. وفي تاني يوم بتروح روكسان لمقر ميجا مايند علشان تطمن عليه، ولما بتوصل روكسان للمقر بتشوف ميجا مايند وهو مرهق جدا بسبب الحفلة بتاعت امبارح، وما بيكونش ميجا مايند عارف ازاي هيقدر يهزم تحالف الهلاك دول لوحده. وساعتها بتيجي ليدي ومعاها باقي التحالف وبيفهموا ميجا مايند ان هم لازم ينفذوا المرحلة التانية من خطته الشريرة النهاردة. ووقتها بيبدأ ميجا مايند يشرح لروكسان انه كان بيخطط زمان انه ينقل المدينة للقمر، وبيعرفها انه كان هيستخدم شعاع من الطاقة علشان يحافظ على الهواء ويحمي الناس من الاختناق. فبتتصدم روكسان وبتكون مصدومة من اللي ميجا مايند بيقوله وبتقول ان مستحيل الفكرة دي تنجح. فبياخدها ميجا مايند هي وتحالف الهلاك وبيوريهم الصواريخ الكتير اللي هو زرعها تحت المدينة، وكمان بيعرف تحالف الهلاك ان لوحة التحكم موجودة جوه غرفة معينة، وبيكذب عليهم وبيقول لهم ان هو نسي كلمة السر بتاعتها. وساعتها ليدي بتشك فيه وبتقول لباقي التحالف ان ميجا مايند بيتهرب منهم وان شكله فعلا هو بطل المدينة الحقيقي. وبتعرف ميجا مايند انه لو ما اطلقش الصواريخ قبل نهاية اليوم هتنطلق هي وباقي تحالف الهلاك وهيدمروا المدينة بالكامل، وبيسيبوه كلهم وبيمشوا. وفي الوقت ده بتروح روكسان لميجا مايند وبتفضل تلومه على اللي هو عمله، وبتفهمه انه مش هيقدر يهزم تحالف الهلاك ده لوحده وانه لازم يطلب المساعدة من مينيون. فبيحزن ميجا مايند جدا لانه تخلى عن مينيون، وفعلا بيقرر انه يروح يعتذر له ويطلب المساعدة منه. وبعد شوية بيوصل ميجا مايند هو وروكسان لمكان المطعم اللي مينيون شغال فيه، وهناك بينبهروا لما بيشوفوا المطعم اللي بيكون اتشهر وبقى شكله جميل جدا. ولما ميجا مايند بيجي يدخل للمطعم بتوقفه موظفة الاستقبال وبتمنعه من الدخول، وده
لأن اسمه مش موجود في قائمة الحجوزات. ولكن فجأة بتيجي كيكو وبتخوف الموظفة بالصرصار اللي معاها، وساعتها بيقدر ميجا مايند هو وروكسان إنهم يدخلوا المطعم، وهناك بياكل ميجا مايند من الدوناتس وبيعجبه طعمها جدا. وبيستغرب مينيون لما بيشوف ميجا مايند في المطعم وبيسأله هو بيعمل ايه هنا، فبيتوتر ميجا مايند جدا وبيكون عاوز يعتذر له ويطلب منه يجي يساعده. ولكن فجأة بيجي صاحب المطعم وبيقاطع كلامهم وبيبان عليه انه فرحان جدا، وبيقول لميجا مايند ان مينيون غير حياته وخلى المطعم مكان افضل. وبيقرب مدير المطعم من مينيون وبيحضنه وبيقول له ان هو شريكه مش مجرد حد بيساعده. ولما بيلاحظ ميجا مايند ان مينيون سعيد في حياته الجديدة بيقول له ان هو ندمان علشان اتخلى عنه، وبيودعه ميجا مايند وبيسيبه وبيخرج. وبيرجع ميجا مايند لروكسان وبيعرفها ان هو لازم يواجه تحالف الهلاك لوحده، وده لانه بطل المدينة، وبيطلب منها انها ما تجيش وراه وبيركب العربية وبينطلق. وبعد شوية بيوصل ميجا مايند للمقر بتاعه وبيروح لتحالف الهلاك اللي بيسألوه هو كان فين وبيعمل ايه، فبيتجاهل ميجا مايند كلامهم وبتجيله فكرة مجنونة وبيطلب منهم يتصوروا كلهم مع بعض. وبمجرد ما الاشرار بيقربوا من بعض بيبدأ ميجا مايند في تنفيذ فكرته، وبيخلي الروبوت بتاعه يحاصرهم وبيحبسهم في قفص من الليزر، وفعلا ما بيكونش في حد منهم قادر انه يخرج منه. وساعتها بيقول لهم ميجا مايند انه بطل حقيقي وانه مش شرير زي ما هم فاهمين. ولكن للاسف بيتعطل الروبوت وبيختفي القفص من حواليهم وبيتحرر تحالف الهلاك من تاني، فبيقع ميجا مايند من الخضه وبيقول لهم ان هو كان بيهزر معاهم. ولكن للاسف بتقع نقطه عرق من ميجا مايند على المكعبات اللي معاه وبتتحول فجاه المكعبات لعصابه الاسماك، واللي بيعرفوا تحالف الهلاك ان ميجا مايند بطل المدينه الحقيقي. فبيتعصب بهيموس وبيهاجم ميجا مايند وبيضربه، وكمان بيقرب نايتي نايت منه وبيمسكه وبيثبته في مكانه وبيكون على وشك انه يقتله. ولكن ميجا مايند بيستخدم الكشاف اللي معاه وبيقطع الظلام، وبالرغم من ده بتقدر ليدي انها تمسكه وبتحدفه على الكرسي، ولحسن الحظ بيطير ميجا مايند بالكرسي ده وبيهرب من المكان. ولكن للاسف بتروح ليدي وراه وبتهاجمه بالبرق وبتفجر الكرسي تماما. وساعتها بتفرح هي وتحالف الهلاك لانهم هزموا ميجا مايند، وبيقرروا انهم ينفذوا خطتهم وينقلوا المدينه للقمر في اقرب وقت. وبنروح بعدها لروكسان وكيكو وهم بيدوروا على ميجا مايند في كل مكان. وساعتها كيكو بتوري لروكسان مكان ميجا مايند وبتفهمها انها حطت له جهاز تعقب جوه البادج اللي اديتهوله في الحفله. وبعد شويه بيوصلوا هما الاتنين لمكان ميجا مايند وبيتفاجئوا لما بيلاقوه بقى متشرد ومتنكر على شكل راجل عجوز. وبيقول ميجا مايند لروكسان ان هو ما قدرش يهزم تحالف الهلاك، وبيبان على ميجا مايند انه حزين لانه حاسس بالفشل. ولكن وقتها بتفضل روكسان تشجعه وبتقوله ان هما مع بعض هيقدروا يقضوا على تحالف الهلاك زي ما هما قدروا يهزموا هال قبل كده. فبيتحمس ميجا مايند وبيقول لها انه لازم يروح لمينيون ويعتذر له ويطلب منه ينضم له كصديق لانه فعلا مش مجرد مساعد. وساعتها بيتفاجئ ميجا مايند لما بيلاقي ان مينيون كان واقف وراه، وبيقول له مينيون انه سمع كل الكلام اللي هو قاله وان هو صديق عمره ومش هينفع ابدا يتخلى عنه. وفي الوقت ده بيحاول تحالف الهلاك يدمروا باب الغرفه علشان يقدروا يوصلوا للوحه التحكم. وبنرجع تاني لميجا مايند واللي معاه وهم بيخططوا ازاي هيقدروا يهزموا تحالف الهلاك. وساعتها بتقرر كيكو انها تساعدهم، وبعد مده بيقدر تحالف الهلاك انهم يدمروا باب الغرفه وبيدخلوا المكان لوحه التحكم. وقبل ما يدوسوا على الزر بتاع الانطلاق بيظهر ميجا مايند وبيستفزهم. ولكن فجاه بتدوس ليدي على الزر وبيبدا العد التنازلي وبينطلق تحالف الهلاك علشان يقاتلوا ميجا مايند. وبمجرد ما بيخرجوا بيهاجمهم ميجا مايند هو وروكسان بكرات التنس. وفي اللحظه دي كيكو بتساعد مينيون وبيفتحوا فتحه التهويه وبيدخل مينيون جواها علشان يوصل لزر الايقاف. ولكن فجاه بتظهر مدافع كتير وبتحاصره، ولكن مينيون بيقدر انه يتفادى الضربات لحد ما المدافع بتدمر بعضها. وفجاه بيجوا مجموعه من الروبوتات وبيطاردوه، فبيجري مينيون بسرعه علشان يهرب منهم. ولكن الروبوتات بتقدر انها تحاصره وبتكتفه في مكانه، وقبل ما تقتله بينط مينيون من البدله بتاعته اللي بتنفجر. وبيفضل مينيون يتحرك لحد لما بيوصل للوحه التحكم وبيقع على الارض. ولكن فجاه بتيجي عصابه الاسماك وبيحاصروه، ووقتها بنلاحظ ان فاضل 9 ثواني على الاطلاق. وبتبدا الصواريخ تشتغل وبيظهر حاجز من الطاقه وبيقسم الشوارع وبيعزل مدينه مترو سيتي عن باقي العالم. وفي اللحظه دي بيكون ميجا مايند هو وروكسان بيهاجموا تحالف الهلاك بكرات التنس اللي بتكون على وشك انها تخلص منهم. وفجاه بينتهي العد التنازلي وبتشتغل كل الصواريخ وبتنطلق المدينه في اتجاه القمر. وفي الوقت ده للاسف بتخلص كرات التنس من ميجا مايند وروكسان، واللي بيجروا بيتفرقوا عن بعض بسرعه. وبتروح روكسان لسكان المدينه وبتحاول تطمنهم وبتطلب من الشرطه تنقل الناس لمكان امن. وبنشوف المدينه وهي طايره بسرعه كبيره جدا في الهواء. وبنروح بعدها المينيون وبنشوفه وهو بيهاجم عصابه الاسماك، وفعلا بيقدر انه يضربهم وبيدوس على زر الايقاف، وفعلا بتقف كل الصواريخ وبتبدا المدينه تقع بسرعه كبيره.
كبيرة. أما تحالف الهلاك فبيفضلوا يطاردوا ميجا مايند وبيجروا وراه، ولكن ميجا مايند بيقدر يستخبى منهم وبيتواصل مع مينيون وبيطلب منه يشغل التحكم الآلي علشان المدينة ما تتدمرش من اصطدامها بالأرض. ولكن مينيون ما بيكونش قادر إنه يتحرك من مكانه، ده لأنه محتاج مية. وساعتها بيطلب ميجا مايند من الروبوت بتاعه إنه يروح يساعده، فبينطلق الروبوت وبيطير بسرعة وبيوصل لغرفة التحكم، وكمان بياخد كوباية مية وبيرشها على مينيون اللي بيقدر يستجمع قوته من تاني. أما ميجا مايند فبيلبس الساعة بتاعته النايتي نايت وبيغير شكله، واللي بمجرد ما بيير بيشوفه بينيمه مغناطيسيا. وفجأة بيظهر ميجا مايند لبيير وبيستدرجه لحد ما بيغرقه بالأسمنت وبيثبته مكانه. ولكن ساعتها بتيجي ليدي وبتهاجم ميجا مايند بالبرق وبتحاصره وبتكون على وشك إنها تقتله، ولكن ميجا مايند بيقدر إنه ينقذ نفسه على آخر لحظة وبيرمي عليها سلك وبيعكس البرق بتاعها واللي بيكهربها وبيفقدها الوعي. ولما بيهيموس بيجي وبيحاصر ميجا مايند بتيجي روكسان بعربية المطافي وبتخبطه، وفجأة بيظهر نايتي نايت وبيحاصر ميجا مايند، وقبل ما يقتله بفاس الظلام بتيجي كيكو وبترمي عليه قنبلة ضوئية وبتقضي عليه وبتخليه يختفي تماما. وبعدها بينطلقوا هما التلاتة وبيروحوا لغرفة التحكم وبيتحدوا كلهم وبيساعدوا مينيون علشان يقدروا يشغلوا التحكم الآلي، وفعلا بيقدروا انهم يشغلوه على آخر لحظة. وقبل ما المدينة تصطدم بالأرض بتشتغل الصواريخ من تاني وبتنزلها في مكانها من غير ما أي حد يتأذي. وبعدها بيروح لهم العمدة وبيلوم ميجا مايند لأن المدينة نزلت على الأرض ولكن بطريقة معكوسة، فبتدافع روكسان عن ميجا مايند وبتتخانق مع العمدة وبتفكره إن هو كان مستخبي وقت الخطر، وبتقوله إنه ما ينفعش يكون العمدة بتاعهم من الأساس. فبيتعصب العمدة وبيسيبهم وبيمشي. وبعد مدة بنشوف تحالف الهلاك وهم محبوسين في السجن، واللي بيكونوا متضايقين لأن ميجا مايند خدعهم وبيقولوا إنهم هيرجعوا ينتقموا منه. وبنشوف روكسان بعد ما بقت هي عمدة مدينة مترو سيتي، وأخيرا بيفهم ميجا مايند إنه مش هيقدر يكون بطل حقيقي من غير مساعدة مينيون، وفعلا بيكونوا كلهم فريق قوي وبيتحدوا علشان يقدروا ينقذوا المدينة من الخطر. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة تون ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.